السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في هذه القصة الجديدة. قصة تاع اليوم هي قصة على واحد السطو اللي وقع في كيليز مراكش، يعني البنكة، كيفاش حتى غادي قتل صحابو بجوج بعد ما قابو بالسرقة، وكيفاش حتى الشرطة انها غادي تقدر تم الايقاف به او الايقاع به، وحتى كيفاش غادي يوصلوا الدلائل ديالهم باش غادي يجبدوا هذا الانسان هذا او هذا المجرم هذا اللي قام بهذه العملية السرقة زائد قتل شخصين. حنا كاملين كنعرفوا ان البوليس كيكون عندهم تحريات شويه صعيبه، ما كتكونش الطريق سهله باش انك تجبد واحد المجرم، ولكن بعض المجهودات والادله والبحث كيقدروا من بعد انهم يلقاو المجرم الحقيقي او اللي يوصلوا ليه نيشان. تتبع معايا القصه كامله، ما تزقلوا فيها حتى شي حاجه باش تعرف اطوار القصه كامله والاحداث والخبايا اللي كانت وسط من هذه الجريمه هذه. ذات يوم كان خارج واحد الشخص او الانسان من واحد البنكه، وهاز في يدو واحد الفاليزه كتبان عامره فلوس، والمبلغ اللي كاين في ديك الفاليزه هو 50 مليون. السيد من يوقفوا عليه واحد 3 من التمين ما كيبانش الوجه ديالهم، قاموا بالسرقه ديالهم، وهذاك الانسان او الشخص اللي تسرق تم اغماء عليه، يعني فقد الوعي ديالو وطاح. وهنا المدير ديال البنكه فاش سمع بالخبر ديك الساعه اتصل بالشرطه وجات لعين المكان باش تعاين ديك الاحداث اللي وقعت. بيستجوبوا ديك الانسان اللي طيح، ولكن لقاو في غيبوبه، عيطوا ليه الاسعاف وجات ونقلاتو نيشان للطبيب باش ياخذ الاسعافات الاوليه، وربما يرجع الوعي ديالو ويتم السؤال ديالو على داكشي اللي وقع ليه باش يعرفوا التفاصيل. رغم انهم دخلوا الشرطه لعند المدير اللي اتصل بهم وحكى لهم داكشي كامل اللي وقع، زائد دوروا الكاميرا وشافوا كاع داكشي اللي وقع، يعني خداو الاقوال وشافوا داكشي الاقوال وبالصوره وخلاو وعدو. من بعد مده غادي الطبيب يصوني للبوليس، يقول لهم اودي راه السيد اللي شدوه راه فاق من الغيبوبه ويمكن لكم تجوا تسولوه. فمشاو على وجه السرعه بداو كيسولوا داك الضحيه على داكشي اللي وقع ليه، عاود لهم كلشي بالديتاي، خيدوا المحضر ديالو. من بعد فاش غيرجعوا الدائره ديالهم وغادي يجلسوا في المخفر، غادي تدوز واحد 24 ساعه، غادي يصوني ليهم واحد السيد كيجمع الزبل، يعني الكاميو الشاحنه اللي كدوز كتجمع الازبال من الاحياء، غادي يصوني ليهم. غادي يجوا عنده، غيبدا يعاود ليهم حتى هو غيعاود ليهم ان هاد الميكا اللي لقيت دابا لقيت فيها يدين ورجلين وداك الشيء مقطع، يعني الشخص هنا ميت مقرض. قالوا لي زيد وضح لينا كيفاش لقيتها. قال لهم انا موالف تنجي تلقى ان كاين الناس اللي كتذبح مثلا دجاج ولا شي حاجه، كنلقى واحد الدم بسيط شويه تاع الدم، ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، ولكن بالضبط في هذا الميكا كيبان لي داك الشيء ثقيل، ورغم ما قلت راه تكون شي حاجه ماشي مشكل، فاذا بيا بغيت نهزها كيبان لي كيهبط داك الدم اللي ماشي عادي، يعني ما يكونش ديال دجاجه ولا ديال شي حاجه اللي قنيه، ولا مثلا شي انسان ذبح شي حاجه عاديه. ومع داك تقولوا داك الدم اللي بان ليا جيت نحل الميكا باش نعرف شنو كاين، حتى اذا بها كيبان ليا هادشي، يعني انسان مقرض. هنا البوليس فاش جاو يحلوا الميكا مزيان وقلبوا كيبان ليهم الملابس ديال هاد الضحيه ماشي نفس الطاي، يعني كاين ملابس صغيره وفي نفس الوقت كاين ملابس كبيره، يعني ماشي ملابس ديال واحد. فداو الجثه وعاينوها تما عند الطبيب تشريح الجثث، ومازال باقي الاصابع، يعني اصابع ديالو باش مزيانه، لقاو ماشي الجثه متحلل لا ولا شي حاجه، يعني خداو البصمات ولقاو بالله راه يلاه خارج من الحبس شي مده شهر تقريبا. فهنا البوليس من بعد السرقه ديال السطو والجثه اللي لقاو جابه واللي لقاه ديال اللي كيجمعوا الازبال، انا بدا داك الشيء كيتعرم عليهم شويه، غيبدا الضغط محلتهم لهاد القضيه، محلتهم القضيه ديال القتل. فغادي يخلوا هاد القضيه ديال هاد الانسان اللي تم السرقه ديالو، وغادي يفتحوا محضر وملف على هاد الجريمه، لان هاد الانسان خاصو يجبدوا شكون اللي قتله. فغادي يمشوا للمركز ديال السجن اللي كان مسجون فيه هاد السيد هذا اللي لقاو يلا خرج بشهر، على ربما يسولوا دوك الاصدقاء اللي كان معاهم في الشومبر او في المكان اللي كان مسجون معاهم، ياخذوا منهم شويه المعلومات تقدر تقربهم لهذا الشخص، ولا يقارب يتقربوا حتى الناس اللي كيعرفوهم
اللي على برا ويحاولوا يوصلوا لهذا المجرم اللي دار في هذه الحاله هذه. فمن بداو كيسولوا واحد 3 الدراري اولا مع 2 كانوا معاه في الشومبر، بداو كيعاودوا ليه السيد الله يعمر دار ما مزيان، المعامله ديالو مزيانه، ما عمرنا شفنا عليه شي عيب. يعني حتى دوك الناس ما عطاوش هنا، ما عطاوهمش شي حاجه اللي مهمه، يعني راه عادي بحال عاودوا ليهم. هنا البوليس رجعوا، فاش رجعوا بقاو تيفكروا مزيان شكون هذا اللي غادي يقدر يقتل هذا الانسان، واش من عاده هو معاه، كيفاش حتى وصلوا لهذا الشيء. بزاف تساؤلات وكطرح على في الذهن ديالهم. ولكن رغم ان الوقت كيمر الضغط كيزيد عليهم كثر فكثر. هما يعاودوا قالوا نقرروا رجعوا السجن ويعاودوا يسولوا. هنا غادي يجي واحد البوليسي وغايقول داك الدري فاش غيجيو يسولوهم غايقول لي شوف عاودوا لينا كلشي، قدرتوا ماشي حاجه تبان لكم بالله هي تافهه وما عندهاش قيمه، ولكن بالنسبه لينا حنا كشرطه وباحثين في هذه القضيه غادي تجينا عندها قيمه وغادي تقدر تكون ذات شان في هذا التحقيق هذا. فبيهم غينقز واحد الدري وغيقول ليه هذا اللي مات يعني محمد، اسم ديالو اللي مات راه كيعرف واحد الدري سميتو خالد وكان معاه نيت هنا في الشومبر وكان كيتعامل معاه مزيان، يمكن سولو. هذه هي البدايه وهذه هي النقطه اللي غادي يبدا بها التحقيق خارج السجن. صافي البوليس ناضوا مشاو المخفر ديالهم ريحوا بداو كيتحاوروا على هاد خالد كيفاش كيسكن وقلبوا عليه مزيان وبقاو بالله خارج في نفس النهار او في نفس الشهر اللي خرج فيه محمد. فاذا بهم بداو كيقلبوا في كيسكن ومشاو بالفعل وبداو كيراقبوا من بعيد. فلقاوه كيمشي لواحد الدرب كيخرج من الدار وكيمشي لواحد الدرب في الملاح في مراكش، يكون قريب باب دكاله حدا السويقه تقريبا، في لقاو نيت الجثه اللي كانت مرميه تما. فبقاو كيراقبوا من بعيد كيبان ليهم كيمشي من الدار وكيمشي للملاح وكيبقى تما كيبات حتى النهار الاخر وكيمشي تاني يرجع للبلاصه، يعني نفس الروتين ما خدام ما والو. واحد النهار غادي يمشي من الدار تماك حتى غادي يدخل الملاح للدار وغادي يبات، هما غيبقاو عاصرين عليه حتى الاذا بيهم في واحد الصباح غادي يفيقوا غيركب في واحد الطونوبيله اللي ما نقولش لك رخيصه وما نقولش لك غاليه، ولكن الطونوبيله كتبان شي حاجه هاي كلاس. تبعوه لقاو مشى للقهوه ريح ومشى رجع للدار. هنا غادي يشدوا الماتريكي ديال الطونوبيل وسولوها سميه، لقاوها مقيده في سميه خالد. بالفعل هنا الشرطه غتطرح واحد السؤال على نفسها، هو كيفاش هاد السيد ما خدامش وشاري طونوبيله بحال هادي ويلا خارج بشهر تقريبا من الحبس؟ يعني راه ما يمكنش، ولا تعقل تجمع هاد النقود او هاد المال كامل في ظرف شهر. يعني هنا راه كاينه القضيه شويه صعيبه، ولكن غيبحثوا على من تشرات هاد الطونوبيل، ربما تعاونوا القضيه وتزيد تقربوا للسؤال ديالهم. فبالفعل لقاوها ديال واحد الحاج عمر، مشاو عند الحاج عمر ولكن ما كيسكنش هنا، بعيد شويه على الملاح، يعني كاينه شي طريق شويه. فاذا بهم كيوصلوا عند السيد الحاج عمر وكيسولوه الطونوبيله الفلانيه ديالك ماتريكيل كذا وكذا، اي ديالي بعتها واحد السيد خالد وخالد كذا كذا، اييه شحال بعتها ليه؟ قال لهم بعتها ليه ب 30 مليون. حنا بداو كيزيدوا يتقربوا شويه، قالوا ليه واش بعتها ليه 6000 ولا شي حاجه؟ حتى جاتهم غريبه، ما خدامش هو باش يشري ديك الطونوبيل. هو يضحك الحاج عمر هو قال لهم انا ما كان قبلت الشيك، قال لي غندير معاه سالف. قال لهم لا راه خلصني طلانان عطاني 30 مليون. 30 مليون مزيان. قال لي البوليسي قال الحاج عمر واش باقي عندك ديك الفلوس؟ قال لي لا. قال لي باقي عندي النص حطيته في البنكه. قال لي مزيان. قال لي يمكن لك تجيب لي ديك الفئه ورقه من ديك الفئه مقارنه مع واحد السيره ديال واحد فئه اخرى. قال لي ماشي مشكل. هي مشى جاب لي ديك الورقه. البوليسي قال لي غندي معايا هاد الورقه ولكن غنعطيك في بلاصتها ورقه اخرى حيت محتاج لهاد السيره. قال لي الحاج عمر ماشي مشكل. البوليسي دا ديك الفئه ومشى قارنها مع ديك الفئه اللي في البنكه، يعني مشى عند المدير تاع البنكه وقال لي جبد لي الفئه تاع الفلوس خرجتو نهار اللي سرقت كذا وكذا، وجبدها وطابقها ولقاها بالفعل نفس السيري ديال ديك الفئه اللي تسرقات. يعني هنا ولا عندهم دليل قاطع ان خالد هو اللي سرق المحاسب اللي كان خارج من البنكه، فولا عندهم دليل. هنا البوليس غادي تسنى خالد حتى يرجع للدار ديالو
مشى للدار اللي كاين في الملاح كاين الوالد عنده، لان الاب والام ديالو كانوا طلقوا مني كان صغير، وكان مره كيبات مع امه ومره كيبات مع باه، يعني باه في الملاح الام ديالو في جهه اخر. ولكن تبعوه مشى لواحد الدار، من يولى عندهم دليل ديال ان خالد هو اللي سرق المحاسب اللي كان خارج من البنكه. يعني هنا ولات عندهم تهمه، يعني تهمه خاصهم هذا المجرم يشدوه على اساس سرقه. فاذا بهم غيعصروا عليه تيخرج من الملاح، يعني من عند الاب ديالو. غادي يتم القبض عليه، غادي يدوه المخفر، غادي يسولوه، غادي يعطوه كل شيء بالديتاي اللي كاين واللي ديك التحريات اللي جبدوها، غادي يدوه معاهم للدار. هما قالوا لي ورينا الفلوس اللي باقا، يعني ما يمكنش تسرق 20 مليون تخسر منها 30، يعني جبد لينا فلوس الاخر. ربما هما عندهم يكون دافنه تما في الدار. بقاو تيقلبوا في الدار، تيقلبوا البيت، يقلبونا حتى نيسوا. ولكن واحد البوليسي غادي يجي وغيهز واحد الزربيه كانت تماك، انفو غيهز الزربيه غادي تبان ليه واحد الحفره. يعني كاين هما حافر، هما في البدايه فاش دخلوا الدار كتبان لهم بالا الرمله السيما، يعني كانوا كيسحبوا اصلاحات، ولكن الدار باقا هي ما كاينش اصلاحات. هذا هو اللي خلى داك البوليسي يشك بلي راه كاينه شي حاجه باقا. فاش الزربيه ولقى الحفره ومردومه بداو كيهبشوا في ديك الحفره، قالوا راه وقيلا مخبي الفلوس. فاذا بهم كيلقاو جثه اخرى. يعني هنا فاش لقاو جثه جلسوا تم وقالوا لي غتعاود لينا كلشي بالديتاي، وغتعاود لينا كلشي باش تسهل عليك الامر. هنا خالد قال لهم غنعاود لكم كلشي. نهار اللي تعرفت على محمد والحسين كنا في الشومبر، ونهار اللي خرجنا تعارفنا وبقيت بيناتنا صله. كنا كنريحوا في واحد القهوه مقبله مع داك البنك اللي سرقنا. كان كيبان لينا واحد المحاسب كيجي تما، ولكن ما عارفينوش حنا واش محاسب. المهم بان لينا الراجل في كل سيمانه تقريبا في اخر السيمانه كيجي وكيجي معاه واحد المحفظه اللي فيها الفلوس عامره، كتبان لينا عرفناها فيها الفلوس. حتى واحد النهار في داك الوقت عرفنا الوقت ديالو معاش كيجي وامتى والنهار، فقررنا اننا نسرقوه. وجينا من التمينو واتفقوا معايا الدراري، سرقناه ومشينا للدار وقلت لهم الدراري نخلوا الفلوس هنايا حتى تهدى القضيه، راح يتمرون علينا ديال بصح، غير تهدى القضيه وديك الساعه نقسموا الفلوس. فاتفقوا مع الدراري وقالوا لي واخا. المهم من دازت ديك تقريبا ديك 20 يوم ولا شهر قررنا اننا نقسموا هاد الفلوس. ولكن فاش عطينا للحسين ديك المبلغ ما قنعوش وقال لنا لا غتزيدون. فقلنا لا علاش نزيدوك، راه داكشي اللي درنا معاه. جبد الموس وبدا كيهدد فينا. فانا ما لقيت من ندير، بديت كنهدد فيه، خليته وقلت لي صافي ما يكون خاطر كنزيدوك اسيدي، غير ريح وسكت حينتاش الحي اللي كنا فيه كان صغير وكيتسمع. فاذا بهم غادي يتكالما، ولكن انفو غادي يغفل غادي نجبد انا الموس وغادي نطعنه. وبقيت كنعطيه بزاف ديال الطعنات حتى تاكد بالله مات. فقال لي يا محمد شنو درتي لي؟ قلت دابا خلينا نتخلصوا من الجثه وعاد نشوفوا شنو كاين. ما شتيش كان باغي يقتلنا. هنا فاش تخلصت من الجثه ودفناها بقى كيدور لي في الدين ديالي ان محمد يقدر حتى هو يعطي بيا. والله ما مشي على السرقه وما مشيش على القتل، حتى هو غفلته وطعنته بزاف ديال الطعنات حتى تاكدت بالله راه مات. من بعد ما دفن معايا هذاك بقى لي غير محمد قطعته ودرته في بلاستيكه ولحته، خرجت معاه قبل الفجر ورميته تما حدا الزباله. فهنا السرقه والاجرام وقتل، يعني ما بقاش غير في حاجه ولا في ثلاثه الحوايج. ديك الساعه دوزوه للوكيل الملك، ومن الوكيل الملك داز عند القاضي وحكم عليه بمؤبد، حيت حنا ما كيتحكمش بالاعدام رغم انه تحكم بالاعدام، ولكن غيتحكم غير بالمؤبد. الى عجباتكم القصه وصلتوا حتى لهاد اللحظه هادي ما تنساش ديروا ابوني للقناه ودير لايك معاك الفيديو باش ما تنساش، وتبارطاجي الفيديو مع صحابك الى عجبك باش حتى هما يتمتعوا بالقصه هذه. قصص راه حقيقيه ماشي من وحي الخيال. ويلا بيس ليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.